زيزو واخر تصريحات احنا سمعناها ان هو هيقعد مع كابتن حسين لبيب وهيشوفوا موضوع التجديد بتاعه. فعلا في اختلاف على موضوع الفلوس، لا لا لا، 100 مليون وال60 مليون. بص يا استاذه شيرين، قولا واحدا كل ما يذكر عن ارقام ماديه بخصوص عقد زيزو غير صحيحه بالمره. ده رقم واحد. رقم اتنين، معلومات بقى. هناك جلسه تمت وهناك 2 من أندية المصرية بيقدموا مغريات كبيرة جدا لزيزو، ووالد زيزو رفض وقال الأولوية للزمالك، وإحنا متفقين مع الزمالك. والكابتن حسين مع الملف بشكل شخصي، وقريبا جدا سوف يتم الإعلان عن تجديد زيزو بمساندة ورعاية من الأستاذ ممدوح عباس والأستاذ هاني بيرزي. ولكن كل ما يذكر من أرقام غير صحيح، 100 مليون 60 مليون 70 مليون، الكلام ده. عقد زيزو الحقيقي هيكون مقسم إلى جزئين أو 3 أجزاء من الناحية المادية، وده مش من المفترض حد يعرفه. طبيعي جدا، زي ما الأندية التانية محدش بيعرف عنها أرقامها، جبت إعلانات قد إيه للاعب الفلاني، طب في مثلا حد دعم ما دعمش. ليه مصممين موسم زيزو يطلع كل شهرين و100 مليون و60 مليون و70 مليون و80 مليون؟ ده علاقة بين اللاعب وناديه. زيزو أحسن لاعب في مصر 4-5 سنين فاتوا، ولكن ملف زيزو تحديدا في إيد الكابتن حسين لبيب. الأمور المادية مستحيل حد هيعلن عنها، وكل ما يعلن في الأمور المادية اجتهادات. ولكن المعلومة المؤكدة، الأستاذ ممدوح عباس والأستاذ هاني بيرزي متدخلين بشكل مباشر مع الكابتن حسين لبيب لكي يستمر زيزو، لأن زيزو عايز يستمر، لأن زيزو عايز يعمل تاريخ في نادي الزمالك. ووالد زيزو آخر مرة قال احنا في مغريات 1 2 3، ولكن احنا زي ما اتفقنا عايزين نادي الزمالك ونكمل في نادي الزمالك. اعلنها اكتر من مره، قال مش هنكمل في اي فريق مصري غير نادي الزمالك. ده قولا واحدا. ولكن هتلاقي اليومين اللي جايين دول كلهم زيزو ارقام، وزيزو عايز وعروض. اشمعنى عرض زيزو في السعوديه بيطلع كل فتره والتانيه؟ صح، هي قصه زيزو محسومه بشكل كبير. احنا شفنا بعض التصريحات، يعني بيكتبوا يقولوا ان زيزو مبالغ قوي في السعر اللي بيطلبه، وهو ما قالش كده. هو بغض النظر عن اي حاجه، معلش يعني مع احترامي الشديد، ما في لعيبه جت في انديه ثانيه ب2 مليون دولار وما لعبوش ماتشين ومشيوا، ما عملوش حاجه مثلا. صح. انت كزيزو كنادي الزمالك انت هتقيمه بالشكل الذي يليق به، بالاتفاق بينك ما بين زيزو، من غير ما حد يعرف. ايه المشكله؟ هو جمهور الزمالك يهمه ايه غير زيزو يستمر؟ خلاص زيزو ان شاء الله مستمر. الامور الماديه دي بتحاول بقدر الامكان، بتطلع من ناس بتحاول بقدر الامكان تستفز او تعطل او تثير لا حد عايز يشوشر. معلش يعني ال 100 مليون دول ايه كام؟ ما 2 مليون دولار. ال 50 مليون دولار. فانت اصلا بدل ما تيجي تركز على زيزو، لا ركز على فرقتك وركز على لاعيبتك.